بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزين نصلي على النبي وعايزين ندعي لاخواتنا ان شاء الله ربنا يبعد عنهم الغمه، وان ان شاء الله يكونوا الفتره اللي جايه دي في وضع افضل من اللي هم فيه دلوقتي. للاسف الوضع كارثي كارثي كارثي، فاحنا عايزين ندعي لهم جدا وان ربنا يثبتهم ويقويهم على اللي هم فيه. عايز ابدا النهارده الفيديو عن النادي الاهلي. احنا عموما ما بنتكلمش عن الاهلي كتير، بنتكلم ماتشاتنا عن ردود فعلنا وعن تحليل عن نادي الزمالك، لكن النهارده حابين نتكلم على بدايه مشوار النادي الاهلي في الدوري. النادي الاهلي في الدوري بدا مشواره بماتش مودرن. ماتش مودرن حرفيا فنيا انت كنت كارثي. ماتش انت من فتره كبيره بتاهلني انا كمشجع لفريق تاني ان انت جاي تلعب الدوري ده معانا كده تهريج، انت جاي تمشي رجلك معانا. ليه؟ لان انت قبل كاس العالم كنت بتقول، من قبل كاس العالم بسنتين انت كنت عمال تهيئ لنا ان انت بتحضر لكاس العالم، الدوري ده خلاص ما بقاش موجود، مع انك واخد الدوري اللي فات مش مستواك انت، الدوري توجه لك، فدي نقطة. بس انت كنت عمال تهيئ لنا بصفقاتك وبحاجاتك ان انت رايح تاخد الدوري ده كده وانت نايم. فللحظات احنا كان بدأ يوصل لنا افكار ان الاهلي مش هيلعب معانا في الدوري ده تاني. الفريق حاجه يعني، ويقول لك جلاكتيكوس وان الاهلي فريق. فاحنا جايين ندردش شويه عن الماتش وعن الحاله عموما، يعني الاهلي وحالته والماتش. الاهلي بدا الماتش بتشكيل فيه زيزو، لعيب جاي من الزمالك، صفقه جباره، المفروض ان هي صفقه جباره. بادئ الناحيه التانيه بتريزيجيه، بادئ بمدافع لسه جاي جديد برضه اسمه ياسين مرعي. ياسين مرعي ده انا عندي عليه تحفظات مرعبه من قبل ما يروح الاهلي، بس هو سبحان الله بادئ بشوبير اللي هو المفروض ان هو كان حارس مبشر، وقعد الشناوي اللي كان عامل لك اداء كارثي بقاله اكتر من 4-5 سنين. الشناوي اللي هو اساسا حارس طول عمره حارس متوسط، لكن هو حارس متنجم، لكن هو طول عمره حارس متوسط، عمره ما كان استثنائي، بس هنقول تمام هما بيصوروا لنا في مصر كده. فاحنا عايزين نتكلم عن الحاله ان انت كنت جاي مهيأ لي ان انت راجل جاي من كاس عالم، انت مش شايف حد، انت راجل جاي من كاس عالم. يعني انا سمعت كده بعض الكومنتات من الناس، انا في حد بدون ذكر اسماء كنت قاعد بدردش معاه بيقول لي الاهلي اتغر فعمل ماتش وحش مع مودرن في بدايه الدوري بسبب ادائه في كاس العالم. فمش ممكن، يعني الناس عندها صوره في مخيلتها ان الاهلي اصلا عمل حاجه في كاس العالم. فريق في اضعف مجموعه طالع مركز اخير، الناس متخيله ان هو كان عامل اداء اسطوري، فالاعلام حرفيا قادر يصور لك كل حاجه غريبه. والمشجع يعني مش يعني انت متخيل اصلا مثلا 95% من مشجعين الاهلي ما بيتابعوش كوره، ما بيتابعوش كوره اساسا، فانت متخيل دول انت قادر توجههم ازاي. فالجمهور كان داخل الدوري متخيل ان هو هيكسب 70، اول ماتش ده راح يكسب 70. فالناس اتفاجئت بالاداء. ليه بقى انت اتفاجئت بالاداء مع ان انت المفروض ان انت جايب لعيبه بملايين واللعيبه اسمائها كبيره؟ ده حقيقه لعيبه اسماء كبيره، لكن انت حرفيا انت ما رحتش تجيب لعيب يفيدك فنيا، يفيدك تكتيكيا، يفيدك لعيب جامد. انت رحت تجيب لعيبه اسماء، لعيبه لعيبه جماهيريه، لعيبه هتفيدك جماهيريا فقط في مصر. يعني انت لعيب هتقول اسمه اوف خلاص انا كده عملت بطوله ان انا سرقت السيد زيزو من الزمالك، بطوله ان انا سرقت مش عارف ايه. لا جاي اصل انا جايب تريزيجيه من اوروبا. طب نتكلم واحده واحده. انت جايب زيزو على سن ال 30 بمبلغ خيالي، مبلغ لما هو ياخد له في الموسم بتاع 150 مليون، وابوه ياخد له مش عارف ابوه واخد اصلا، مش عارف اسمها ايه اصلا على الورق، واخد له بتاع 100 مليون. انت نفسك اذيت نفسك بايه؟ ان اوضه اللبس، انا راجل لعيب قاعد في الفرقه، انا ابويا ما خدش فلوس ليه؟ انا هاخد لوحدي؟ لا ده انا اجيب ابويا كمان ياخد. فحرفيا انت عامل كوارث، انت نفسك عملت كوارث لنفسك. رحت جبته مده العقد بتاعته كسر النص مليار جنيه على العقد، على عقد كامل. تريزيجيه كاسر في عقده كامل هيكسر النص مليار، عقده كامل دي اللي هي عدد السنين، يعني كسر النص مليار. يعني ايه الارقام دي اصلا؟ على راي القديس بتاعهم قال لك يا فرقه المليار. يا جماعه انتوا بتهربوا، ده 2 لعيبه بمليار، 2 لعيبه عقدهم لما يخلص يكون قفل المليار، انتوا بتعملوا ايه؟
انا كلاعب في الفرقه مستحيل اصلا اكون مرتاح. طب سيبك من البند ده، هتتكلم فني. زيزو بقاله سنه مع الزمالك غريب، ومش ما بيقدمش كوره، ومش فاهمينه. كنا بنقول عادي ساعات اللعيب بياخد دروب وساعات مش عارف ايه. طب انت جايبه على ال 30 يعمل ايه؟ بتبني لايه؟ طب انت بتقول اصل انا ببني بقى لكاس العالم اللي جاي عشان اخطاء اللي حصلت الكاس العالم ده. تجيب زيزو، تجيب تريزيجيه الاكبر منه في السن، راح تجيب تريزيجيه. انا تريزيجيه ده بالنسبه لي كليشيه مش طبيعي يا جماعه. تريزيجيه ده طول عمره لعيب عادي، كان بيلعب في اوروبا، لعيب مهمش في اي حته بيروحها. فانت رايح تجيبه بناء على ايه؟ انت رايح تجيبه بناء على ايه؟ طب ماشي بالنسبه لمصر هيبقى كويس تمام، راح تجيبه هو كسر ال 32 سنه ولا 30 سنه ولا 31 سنه. يا جماعه انتوا بتهرجوا، حرفيا انتوا بتهرجوا. لعيب زي ده عمره ما كان مفيد. كليشيه بقى ان هو كان في المنتخب هو اعلى من صلاح، فده كليشيه سخيف، كليشيه عشان احنا بس قلبنا فتره على صلاح فالناس كانت بتقوله. بس الناس اللي كانت بتقوله هي ناس تعبانه برضه. يعني هو حتى كان لما كان بيتقال عشان في ترند معين، فهو برضه كان ترند سخيف. تريزيجيه بيلعب في المنتخب كسر ال 10 سنين، عدد اهدافه مع المنتخب ما جابتش ال 25 هدف، كسر ال 10 سنين. يعني في الموسم او في السنه بيجيب حوالي جونين. مش ممكن. ده وينج منتخب مصر الناس بتقول عليه مفيد اكتر من صلاح. كل ده ليه؟ منها عشان كنا احنا قلبين على صلاح فتره، ومنها عشان ضربه الجزاء اللي جات لنا في الماتش اللي صعدنا فيه كاس العالم. ضربه الجزاء اللي كانت تخبيط وترزيع، خدنا بلنتي قال لك ترزي. يا جماعه مش هنهرج، لعيب طول عمره في اوروبا يا جماعه نصاب. تريزي كده لعيب نصاب. الناس بتخاف يا جماعه. سيبك من الاهلاوي ورايه، الاهلاوي ورايه كده كده بينجموا، كانوا بينجموا في اكرم توفيق، لعيب ما بيعرفش يلعب كوره قسما بالله. مش هقول لك ان هو مستوى وحش، في فرق بين المستوى الوحش ان هو ما بيعرفش يلعب كوره. اكرم ما بيعرفش يلعب كوره، فالناس دي كانت بتنجم اكرم، فانت طبيعي هتسمع كلام معتوه. انت متخيل تريزيجيه يبقى عقده كسر النص مليار وهو جاي يبطل كوره؟ لعيب مش قادر. لعيب دلوقتي حاليا فنيا هو عايز ماتشات فيها مساحات جباره، هو انت بتحط فيه المفتاح يجري، تدوره يجري. هو ده تريزيجيه من زمان. اداء فني مفيش، هو لعيب مجهود فقط. للاسف انت رحت جبته. لا وايه الكارثه ان انت بتلعبه على بن شرقي. بن شرقي على قد ما هو جاي لك خلاص يلعب من اجل المال، بن شرقي مش جاي لك انت تلعب من اجل المال. هو بن شرقي من ساعه ما مشي من الزمالك هو بيلعب من اجل المال. راح قطر وراح الامارات وبتاع، هو بيلم شويه فلوس عشان لما يبطل كوره يعمل مصلحه على جنب وياكل عيش. فهو جاي لك لقاك انت عشان تكيد الزمالك هتدفع له رقم مجنون. ما راحش، استحاله ما راحش. هروح طبعا. فانت حتى بن شرقي انت جايبه وهو مش قادر، بس على الاقل بن شرقي بيعرف يقول اسمه، لكن تريزيجيه ده بشع. طب فنيا انت جايب لعيب خط جراي وفرهود، يبقى الناحيه الثانيه لعيب عنده كوره بيعدي واحد على واحد، لعيب بيخش لجوه. زيزو مش طبيعي، زيزو لعيب خط، زيزو باك يمين. طب باك يمين ده انا مش قصدي والله اتريق عليه، بس هو ده سيستم لعبه. هو لعيب جراي اوفرات، يا اما ما تعتمدش عليه في الجنب ده خالص وتسيبه هو يعتبر راس حربه ولعبه. طب انت عندك حد يلعبه؟ ما عندكش حد يلعبه. بن رمضان جاي يلعب للفلوس. الناس اتخدعت ببن رمضان وقالت لك ده بن رمضان عامل كاس عالم. يا جماعه بقى كفايه كليشيهات، كفايه كلام فاضي، والله العظيم تعبنا كلام فاضي. بن رمضان في اوروبا ما كانش بيلعب، كان بيشارك كده على استحياء كل فين وفين. فالراجل جالك مصر قال لك في مصر هعرف اكل عيش. خد بالك بن رمضان هيشتغل، يعني هو هيشتغل. هو عامل ماتش كارثي، ماتش الدوري. انا حرفيا كنت بكسر النص ساعه بنسى ان هو موجود في الماتش. بس هيشتغل، يعني انا بقول لك هيشتغل، بس هيشتغل ماذا بعد؟ انت جايب اللعيبه دي عشان تستنى العجله تدور؟ انت 5-6 ماتشات رسميين على التوالي انت بتتعادل. يعني مش ممكن. ماتش باتشوكا اللي كان الودي خسرته. ف بتهرج. انت بس جايب اسماء. راح جاب لعيب اسمه وسيم مرعي تقريبا كان في زد، وانا مش عارفش كان فين والله. قال لك اصل الاهلي ما فيهوش خط دفاع يا جماعه. محمد هاني باك يمين، شكري باك شمال، ياسر ابراهيم المدافع الاساسي. وقال ايه بقى؟ المفروض ان ياسر ابراهيم ده هيطور اللي جنب منه اللي هو ياسين مرعي. يا جماعه ياسين مرعي ده بشع. يعني الواحد بيقعد يا جماعه، فرقه الاهلي ما هي الا امام عاشور واسامه ابو علي. واسامه ابو علي مشي،
هرب منك وكت. ومن ضمن الكليشيهات ومن ضمن طبعا الكلام الفاضي اللي متعب، ان وسام ابو علي بيطلب من النادي الاهلي انه يرجع يلعب 6 شهور. وسام ابو علي بيطلب من الخطيب انه يلعب الكام ماتش دول عشان مستواه مش عارف ايه. النادي الامريكي بيطلب من النادي الاهلي. كفايه بقى، كفايه، انت بيتقال عليك فرق كبير. فعيب لما تضحك على جمهورك، وعيب لما انت تبقى مستنقص نفسك وتقعد تكتب الحاجات دي عشان تعمل انتصار وهمي. عيب والله يا جمال يا جبر، عيب يا جمال يا جبر، انت ولجانك عيب. عرفتوا جمهوركم وعرفتوا الناس حتى اللي بتتابع جنب منكم، يعني حتى بتضحكونا فهو يعني الواحد والله العظيم، يعني انا خد بالك انا مبسوط جدا، بس انت في مراحل كده من الوقت كنت عايز تغذينا بكلام كله فنكوش. ان قال ايه الاهلي هيجي، الاهلي هيكسب او مش هيكسب، يعني ما هيكسب، بس ايه ده؟ ايه الاداء ده؟ ايه اللعيبه دي؟ خط دفاع كامل ما فيهوش واحد ينفع. واحد ده انت المفروض المدافع الاساسي عندك ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم ده ما ينفعش يلعب درجه ثانيه. ياسر ابراهيم ده بالظبط اكرم توفيق، التاني اللي كان في نص الملعب حمدي فتحي. هما عينه. الروشته ايه؟ انا ما عنديش كوره، انا هنزل الملعب اتخانق، اكشر، اعمل تاكلينج مالهاش اي لازمه. اللعب في نص الملعب التاني، انا هنا بعمل تاكلينج مع نفسي الناحيه دي. هو الناس بتلعب هناك ولا بعمل تاكلينج هنا؟ بخش اكسر. كل ما كوره تتقطع، قطعنا كوره، قطعنا كوره، ما هنقطع كوره اكيد. اقوم مرزع على صدر صاحبي، اروح عند الجمهور عروقي ايه يا ابني العب كوره. دي مش لعيب الكوره. انت متخيل ان انت عندك خط دفاع اكبر حد فيهم اللي هو يعتبر اجمد حد فيهم ياسر ابراهيم؟ فانت مش ممكن فرقه مبالغ فيها يعني. مهاجمك بقى محمد شريف بعد ما كان عندك وسام ابو علي. وسام ابو علي فرده جبار، هرب، بقى عندك محمد شريف. محمد شريف لعيب حصل في حياته طفره موسم. ده هي حاجه حصلت عنده كده، ربنا ده بيبقى رزق. امكانياته هو ما ينفعش يا جماعه. لعيب ما يلعبش في المحله بس، لا محله تقيله، فريق محترم والله، انا اسف يعني المحله. لعيب ما يلعبش في حته، جايبه ايه هيجيب لك السنه دي كام؟ جونين 3؟ انت بتهرج وقاعد تحشلنا احنا دماغنا ليه طيب؟ فدول كانوا شويه دردشه عن الاهلي. مش قادر اقتنع ان الاهلي السنه دي طبعا هيبقى في المراكز اللي قدام، وطبعا هيكسب ماتشات كتير، وطبعا كل ده. لكن اللي انا كنت متصوره ان اداء اللعيبه دي هيبقى حاجه جباره يعني. كده كده اول ماتش، مستنيين نشوف بعد كده هيحصل ايه. بس المبشرات ومش المبشرات، انا راجل بالسنس وبالكوره وباللي انا فاهمه، مش ممكن الاهلي هيعاني. الاهلي هيعاني. تريزيجيه في الملعب الاهلي هيعاني. مروان حمدي في الملعب، مروان عطيه في الملعب الاهلي هيعاني. ياسر ابراهيم الاهلي هيعاني. ياسين مرعي الاهلي هيعاني. الاثنين باكات اللي عندك الاهلي هيعاني. زيزو لو مفيش ناس لعبته كوره الاهلي هيعاني. زيزو ما يلعبش على الناس كوره. محمد شريف في الملعب الاهلي هيعاني. بن رمضان لو ما لعبش كوره وجي يلعب كوره وكده كده هو كارثه. لعيبه اللي جايه دي ان هي بقت خلاص لعيبه سوشيال ميديا، وهو جاي للاسف. انت لما بتكون رايح فرقه انت عارف ان جمهورها بياخد بشغلك بتشتغل، لكن انت عارف ان انت رايح لفرقه كده كده انت ما عملتش حاجه. انت لو رحت معدي كده، معديت من قدام مختار التتش فاهم؟ فانت بالنسبه لك مش فارقه العب ليه كوره يا جماعه. والله اللي بيحصل تهريج. سلام.